هنتكلم النهاردة عن واحدة من العربيات اللي بتجمع بين الأناقة الألمانية والقوة والاعتمادية، وهي الفولكس فاجن تيجوان. تيجوان مش مجرد عربية عادية، هي حكاية ألمانية معمولة للي عايز دماغه ترتاح. الشكل الخارجي بيقول إن هي من أول نظرة إن هي عربية فخمة وعملية في نفس الوقت. خطوط التصميم حتى واضحة، والكشافات LED الأمامية والخلفية عاملة شغل محترم جدا بصراحة، والجنط الرياضي بيكمل الشكل الهجومي. نخش بقى على الصالون. الخامات الداخلية ممتازة جدا كعادة فولكس فاجن طبعا، كل حاجة في مكانها، والدريكسيون مالتي فانكشن بيخليك تتحكم في كل حاجة من غير ما تسيب الطارة. الشاشة الوسطية كبيرة وبتدعم ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ومعاها نظام صوتي نقي جدا. بالنسبة للأداء، العربية بتيجي بموتور 1400 سي سي تربو بيطلع حوالي 150 هورس باور مع 250 نيوتن متر، ومعاها فتيس DSG من 6 سرعات. العربية دي بتجيب من 0 ل100 في 9 ثواني، وده بيخلي التسارع ناعم وسريع سواء جوه المدينة أو على الطريق السريع. بتيجي بوسائل أمان. العربية تيجوان مش مقصرة بصراحة، بتيجي ب6 ايرباج ونظام فرامل ABS و ESP، وكمان نظام مساعد للثبات على المنحدرات. تيجوان مش بس عربية عائلية، دي كمان مناسبة لأي حد بيدور على عربية أوروبية محترمة بتكنولوجيا متطورة وتاريخ طويل طبعا من الثقة. هل فعلا التيجوان تستاهل سعرها، ولا في منافسين ممكن يقدموا اكتر بنفس الفئة السعرية دي؟ وخليك فاكر ان دايما العربية الغالية بتغلى عليك وانت سايقها، مش وانت بتدفع تمنها. ما تنساش تعمل لايك وفولو وشير عشان تعرف تجارب عربيات اكتر في برنامج الطارة مع معتز هشام. سلام.